اهلا ومرحبا بكم على قناة كوكوت مينوت. كما راكم تشوفوا في الفيديو الوصفة تاع اليوم خاصة بيناير رأس السنة الأمازيغية، وبهذه المناسبة حضرت لكم شخشوخة الرقاق ولا النعمة ولا شخشوخة الطاجين، كل منطقة وكيفاش يسميوها. نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اول مرحله رايحه نحضر رقاق اللي نحتاج فيه سميد رطب. انا هنايا درت 2 كيلات، ضفت عليهم كميه من الفارينه تقدروا تستغناو عليها اذا كان سميد تاعكم من النوع الممتاز. نملح السميد تاعي ومن بعد نبقى نبل فيه بالماء تدريجيا حتى نتحصل على العجين متماسك. في المرحله هذه ما لازمش نبلو العجين تاعنا مليح. بعد ما تلم العجين تاعي وتحصلت على القوام اللي نحوس عليه، نغطيه ببلاستيك غذائي ونخليه يرتاح على الاقل مده ساعه. بعد ما ارتاح العجين تاعي رايحين تلاحظوا نطلق روحو نوعا ما. انا هنا رايحه نروح نعجنو بلا ما نضيف له الماء، وكما راكم تشوفوا رايحه نبقى نعجن فيه بالطريقه هذه حتى نتحصل على عجين املس ويبدا العجين تاعي يطرطق في يدي، وهذاك هو القوام اللي نحوس عليه. وهنا بعد ما تعجن العجين تاعي مليح رايحه نلوزو بالاستعانه بالزيت. وكي نكمل نلوز كامل العجين اللي عندي ندهن لهم الوجه بالزيت ونغطيهم ببلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا لي المره الثانيه على الاقل مده ساعه، من بعد نروح نطيبهم. وهنايا رايحه ندهن سطح العمل بالزيت باش نشكل العجين تاعي. وكما راكم تشوفوا بالاستعانه بالزيت نبقى نحلف العجين تاعي حتى نتحصل على شكل نصف دائره. بعد ما تحصلت على نصف دائره رايحه نهز العجين تاعي من الجهه السفليه بالطريقه هذه ونحطه مباشره فوق الطاجين ومن بعد نزيد نسويه. هنا بعد ما طاب الرقاق تاعي من التحت رايحه نقلبه ونرشه بشويه زيت ونزيد نحط العجينه الثانيه، نزيد نقلبها ونرشها بالزيت ونكمل كامل الكميه اللي نحب نطيبها. تقدروا تطيبوا 10 حبات حتى 20 حبه، كل واحد كما يحب. وبالنسبه للنار لازم تكون نار قليله باش هكذا الرقاق تاعكم يطيب مليح، ولازم بين كل حبه وحبه ترشوا كميه من الزيت باش يجيكم ورق. وبعد ما نكمل الكميه اللي عندي رايحه نطبقها بالطريقه هذه باش هكذا نطيبها من الجوانب. وهنا بعد ما طابت وكملت كامل الكميه اللي عندي كما راكم تشوفوا هنايا رايحه نفتحها من بعضها ونفتتها. وكما راكم تشوفوا الوراقي تاع الشخشوخه تاعنا يتنحاو بكل سهوله والشخشوخه تاعنا جات رقيقه، وهذه هي النتيجه اللي نحوسوا عليها. وهنا بعد ما فتت الشخشوخه تاعي رايحه نغطيها ونخليها جانبا حتى نوجد لها المرقه تاعها. هنا في مرميطه رايحه نحط كميه من الزيت وكميه الدجاج اللي عندي، نتوما ديروا الكميه اللي تحبوا وتقدروا تعوضوا الدجاج باللحم. بعد ما قليت الدجاج تاعي في الزيت زدت له 2 حبات بصل متوسطين، ضفت عليهم كميه من الفلفل الكحل، زنجبيل وشويه كزبر،
وزدت على راس المغرف قرفة ونص مغرف كبيرة ملح. نقليهم شوية ومن بعد نزيد لهم قرن فلفل حار، مغرف كبيرة طماطم مصبرة وزوج حبات طماطم. من بعد ما نحركهم شوية نزيد عليهم كمية من الحمص، نغطي عليهم ونخليهم على نار قليلة حتى يتقلاو مليح. هنا بعد ما تقلات كيما راكم تشوفوا راح نحرك كامل المكونات مع بعض ومن بعد نمرق المرميطة تاعي. هنا بعد ما مرقتها نحرك كامل المكونات مع بعض، نغطي عليها ونخليها تطيب على نار قليلة. هنا بعد ما طابت المرقه تاعي رايحه نحي الدجاج والحمص ونروح نصفيها، ومن بعد تشوفوا الشخشوخه تاعي في صحن تقديم. هنا الشخشوخه تاعي قبل ما نحطها في الصحن لازم نفورها، من بعد نسقيها بالمرقه اللي كنت حضرتها ونحط فوقها الدجاج بعد ما نحمره، وزدت معاهم حمص وفلفل حار مقلي. وكما راكم تشوفوا هذه هي الشخشوخه تاعنا، جات تشهي. والشخشوخه طبق ما كانش اللي ما يعرفوش وما كانش اللي ما يحبوش. نتمنى تكون عجبتكم طريقتي في تحضيرها، ونقول لكم اسقاسه مكاس، ان شاء الله عام خير علينا وعليكم، واستنوني في وصفات قادمه، ومع السلامه.